السلام عليكم حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جيت لكم بوصفه، هعمل معاكم طريقه طاجن قراميط بالصلصه والفريك. يا رب يعجبكم زي ما انتم شايفين كده، الجمال والحلاوه، ولا الفريك وشكله. الناس اللي طلبت مني في الكومنتات عايزه طريقه سمك غير البلطي والبوري، حبيت انوع معاكم واعمل لكم طريقه قراميط مختلفه، واوريكم شكل السمك من جوه عامل ازاي. حلو قوي ومستوي، والفريك مفلفل معايا مش معجن ولا شكل الصلصة شكل السمك طبعا. بس قبل ما نبدأ لازم تصلوا على النبي، تنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. عايزة كومنت كده حلوة زيكم ولايكات كتير. يلا اقولكوا على المقادير والطريقة. هنا دي المقادير بتاعت النهاردة. انا معايا سمك هنا قراميط، انا جايبه قرموط 1.5 كيلو، ومعايا بصل وفريك، طماطم وتوم وفلفل، ومعايا 4 كيلو فريك هنا مصفيونه صفيه كويس، وبصلتين، ومعايا معلقتين توم كبار، ومعايا فلفل الوان وفلفل حامي، ومعايا كمون وكزبره وملح، ومعايا نص شوب من طماطم. دي كل المقادير اللي هنستخدمها في طاجن النهارده. يلا اجيب الكبه وافرم فيها التوم والفلفل. جبت الكبه ونزلت بالثوم والفلفل، هنزل عليهم ب3 معالق خل، وهنعمهم كويس في الكبه. كده بعد ما نعمتهم، انا مش عايزاهم ناعمين قوي ولا خشنين قوي، عايزاهم وسط. هجيب طبق وافضيهم. انا حطيت في الخل في الكبه ليه؟ عشان يسهل معايا الضرب في الكبه. وهنا هنزل بالكمون والكزبره والملح، وهنا معايا 3 ليمونات هعصرهم برضو، عشان انتوا عارفين طبعا اي سمك بيحب الخل والليمون والثوم كتير عشان يشيل اي زفاره. هقلبهم كده واوريكم شكل السمك. بصوا، غسلاه بالملح والخل، نضيف جدا وحلو كمان، وبيشيل اي زفاره. انتوا عارفين القراميط بتختلف جدا عن السمك التاني. هجيب هنا من التتبيله واتبل كل السمك. انا بحب هنا التتبيله كتيره شويه فيه عشان بيديله طعم احلى بكتير. هتبل كله وارجع لكم. بصوا كده، بعد ما تبلت كله هسيبه شويه يتشرب معايا بالثوم والخل. وهجيب حله على النار اعمل فيها البصل. جبت حله على النار وهنزل بالزيت شويه. يسخن الزيت معايا وهنزل بالبصل. هقلبه شويه لحد ما يدبل معايا وياخد لون كده ويحمر شويه كده. بعد البصل المصفر معايا وخد لون، هنزل عليه بالصلصه. اقلبه شويه، وعملت له توم كمان، معلقه توم، بس محطتش فيها خل وليمون زي الاول.
اسيبه يتشرب شوية من الصلصة. ده اللي هعمل معاكم السمك بالدقيق. جبت هنا معايا طبق، حطيت فيه شوية دقيق، هنزل بالسمك بتاعي هقلبه في الدقيق كله، عشان انا هنا بحب اقليه نص قليه، في ناس بتحب تحطه ني في ني. كل واحد يعمل الطريقه اللي هو بيحبها، بس انا لازم اي سمك بحب اقليه نص قليه. لو احط فريك او رز او صلصه برضو من غير اي حاجه، كله عندي لازم يتقلي، محبش احطه ني في ني خالص. هنا لازم اقلبه كويس وهحفره بالدقيق. اخلصه كله. بصوا كده بعد ما خلصته، والدقيق يدخل في كل حته في السمك. جبت الطاسه على النار ونزلت بيها بالزيت، سخنته كويس قوي. هنزل بالسمك، بس لازم الزيت يكون كتير شوية في الطاسة عشان يخلي يستوي السمك من كل مكان. وهنا بعد ما قليت نص قلية هطلع السمك وهكمل باقي السمك هقليه. نص قلية بسيطة برضه عشان يكمل معايا في الصلصة والفريك، عشان لو قليته اكتر من كده يتهري معايا في الصلصة. نزلت بباقي السمك، اخلصه كله واوريكم الباقي. كده بعد ما خلصت السمك كله جبت طاجن معايا، هرص السمك بتاعي كله. افتكر ان قلتلكوا السمك لازم نص قلي عشان ما يعجنش معايا. هنزل بالفريك، ما تكترش الفريك عشان الفريك من الحاجات اللي بتزيد قوي اكتر من الرز. كده الصلصه بتاعتي ما سبتهاش تتسبك قوي، نص تسبيكه كده، ونزلت عليها بمعلقه فلفل اسود ومعلقه ملح. عشان حاطه ملح وكزبره وكمون كتير في تتبيله السمك. كده نزلت بكل الصلصه بتاعتي على الطاجن، هقلبه كويس عشان الفريك يتشرب منه، عشان ما تجيش تقولي طبعا الفريك من تحت ابيض ومن فوق وشه احمر والفريك ما تشربش من الصلصه. لازم اقلب كل السمك واقلب الفريك كله عشان كله يتشرب في بعضه والصلصه تدخل في كل مكان. هدخل الفرن على درجه حراره 180، هيقعد معايا ربع ساعه. بعد كده هطلعه على الشوايه ياخد وش. على فكره من احلى الحاجات يعني سمك القراميط. هنا معايا طبق سلطه خضراء، استخدم فيه طماطم وفلفل وبصل وجرجير. هعمله واوريكم الشكل النهائي. بصوا كده طاجن الفريك زي العسل ولونه شكله بيتكلم عن نفسه، ومن الاكلات حلوه جدا وبتدفي جدا في الشتاء، والناس اللي بتعشق الفريك الطاجن ده هيعجبها جدا. وده طبق السلطه الخضراء اللي عملتها جنبه. هي دي اكلتنا بس النهارده، مش هعمل جنبه اي حاجه تاني خالص. طبعا الفريك بيستغنى جدا عن الرز، للناس اللي بتعشق الفريك الطاجن ده هيعجبها جدا جدا وحلو قوي وهيدفي كمان في الشتاء. هطلع معاكم وهوريكم شكله من جوه عامل ازاي، والسمك مستوي ازاي من جوه. بصوا شكله
والله العظيم من الحاجات الجميلة جدا، جربوها هتعجبكم، وحلوة جدا في العزومات، ومش هيكلفكم كتير ولا هياخد وقت كتير. بصوا كده شكله، والفريك من تحت مستوي مش معجن معايا. اوريكم كمان شكل السمك من جوه عامل ازاي. السمك هنا بيتكلم عن نفسه، حلو قوي. عشان انا كمان قلت لكم هليه نص قليه مش قليه كامله، لو قليته قليه كامله السمك من جوه هيتهري معايا. بصوا شكل السمك، ولا ريحته وطعمه احلى كمان. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسونوش باللايكات الكتير والتعليقات، واللي حابين اعمل لكم ايه تاني. ده كده اكلتنا النهارده، اكله حلوه وبسيطه وعلى قد الايد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.